تخيل معايا من بعد ما لعبتي في اعرق نادي في تاريخ كرة القدم برشلونة، ومصاحب مع المغنية العالمية شاكيرا، ولعبتي مع افضل لاعبين في تاريخ اللعبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وفزتي بجميع البطولات مع النادي الكتالوني، وكذلك اليورو وكأس العالم مع المنتخب الاسباني، ورجل اعمال اللي الطول ديالو متر 94. شنو مازال بغيتي تحقق؟ يا ابن المحظوظ يا فوزي بدل الغايص. شنو كتعرفوا على بيكي؟ شنو القصه ديالو مع شاكيرا؟ اول حاجه خبط معاك ديك الجيم باش نوصلوا الفيديو ل 100 لايك، وما تنساش تابونا في القناه. سيره جواد وكوره ومحاوله وبيل، ولكن بيكي يتدخل بشكل رائع. يا لها من كوره خطيره، جوازات بالراس، جول! أنا ضاعت بالدفاعات الملكيه براسيه جيرار بيكي. صلحها بيكي يعدلها، لكن انت ماكش مدرب يا فالفيردي. في فبراير 1987 تزاد جيرار بيكي برنابيو في اسبانيا، وبالضبط في مدينة برشلونة، في عائلة ميسرة من اب جوان بيكي، محامي ورجل اعمال ثقيل في السوق، والام منصرة برنابيو مديرة اكبر مستشفى للعمود الفقري في اسبانيا. كتصحاب غير هادشي وراح حتى الجد ديالو امادور برنابيو، النائب السابق لرئيس نادي برشلونة، يعني راه هو طه اسو ديال اسبانيا. كبر بيكي مع خوه الصغير مارك بيكي، وبدا العشق ديال كرة القدم معاه في العمر ديال سنة ونص، وما يمكنش يدوز شي نهار وما يلعبش بيكي كرة القدم. فبيكي وصل لعمر ديال 10 سنوات، وكنلاحظوا جدو انه عنده ميول لكرة القدم، وبما ان جدو نائب رئيس النادي الكتالوني، فبيكي ما يلقاش مشكل باش انه ينضم لصفوف نادي برشلونة. فمن 1997 حتى 2004 بيكي غيبدا يترقى بين الفئات العمرية داخل النادي الكتالوني، وبالضبط اكاديمية لاميسيا اللي كتعد من ابرز الاكاديميات اللي كتخرج مواهب في العالم، وبجانبه ليونيل ميسي اسطورة كرة القدم. وبدا في صفوف برشلونة كلاعب ارتكاز، لكن مع الوقت بدل المركز ديالو لقلب دفاع نسبة للطول ديالو. فرغم انه في قلب الدفاع الا انه ماكينة من الاهداف، كيماركي بزاف وكذلك كيصنع بزاف ديال الاهداف، فلقى اعجاب من كبار شخصيات النوادي، ومن بين هاد الشخصيات سير أليكس فيرغسون. فتم تعاقد بيكي مع مانشستر يونايتد بالمجان في سنة 2004 ولمدة 4 سنوات. في كأس الرابطة اكتوبر 2004 غيقدم بيكي اول مباراة ليه مع مانشستر يونايتد، ودخل في الدقائق الاخيرة من المباراة كبديل لجون اوشي، ولعب كظهير ايمن. 26 مارس 2006 غيلعب بيكي لاول مرة مباراة كاملة مع مانشستر يونايتد، الى ان مشاركة بيكي مع النادي كانت ضعيفة وما قدرش انه يفرض راسه داخل تشكيلة أليكس فيرغسون، وهذا بسبب تألق ثنائي قلب الدفاع ريو فيرديناند ونيامينيا فيديتش، الشيء اللي خلاه يمشي اعارة سنة 2006 لريال ساراغوستا لسنة واحدة. لعب مع النادي 28 مباراة وقدر انه يسجل 3 اهداف. بعد انتهاء اعارة بيكي غيرجع للشياطين الحمر في الموسم 2007-2008، واللي غيكون اخر موسم بالنسبة له مع مانشستر يونايتد، فشارك في 23 مباراة مع اليونايتد وقدر انه يسجل هدفين وتمريرة حاسمة، وحقق العديد من الالقاب من بينهم لقب دوري ابطال اوروبا 2008 بجانب الدون كريستيانو رونالدو، والدوري الانجليزي الممتاز في نفس السنة، بالاضافة لكأس الدرع الخيرية سنة 2007، ثم كأس الرابطة سنة 2006 الموسم 2009-2010. طلبت الأم المربية برشلونة التعاقد مع بيكي، واكتمل التعاقد ب5 مليون جنيه استرليني. المدرب بيب غوارديولا كان محتاج بيكي لعدة أسباب. أول حاجة طول اللي فايت 190 واللي غيساعده في الدفاع، وكذلك السوبر في اللعب بالأرجل، ويقدر أنه ينفذ أفكار بيب غوارديولا، وكيتميز كذلك بالسرعة. في أول موسم لبيكي مع النادي الكتالوني لعب كرسمي وشارك في 45 مباراة وقدر يسجل 3 أهداف، وفاز بجميع البطولات الست اللي شارك فيها مع برشلونة، وأصبح بيكي من بين 4 لاعبين اللي حققوا دوري أبطال أوروبا 2 على التوالي مع أندية مختلفة، من بينهم مارسيل ديساي وباولو سوزا وصامويل إيتو. 11 فبراير 2009 بدأ بيكي مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني من بعد ما استدعاه المدرب فيزينتي ديل بويسكي، ولعب أول مباراة ليه كبديل لبويول. واصلوا مع بيكي ومجموعة من اللاعبين باش يشاركوا في أغنية المونديال 2010 بجنوب إفريقيا. من بعد ما تأهل المنتخب الإسباني
الإسباني لكأس العالم واللي غناتها المغنية الكولومبية شاكيرا. وهنا غيكون أول تعارف بين شاكيرا وبيكي، وماشي غير هادشي، راه حتى المنتخب الإسباني فاز بكأس العالم 2010 بهدف الوحيد لإنيستا. وبيكي كان عنصر مهم لفوز المنتخب الإسباني. ومباشرة بعد المونديال بدأت قصة حب بين شاكيرا وبيكي، وهنا بدا غوارديولا كيفقد أعصابه، فكان خدام على أنه كاع اللاعبين دماغهم يبقاو في كرة القدم. حتى جات شاكيرا وبدات علاقة غوارديولا وبيكي تتدهور. أما بيكي فكان كيقول فوقاش يساليو غا التدريبات باش يتلاقى مع شاكيرا، فهو الصراحة عنده الحق، لدرجة غوارديولا طلب ببيع بيكي، فكون كمل بيب غوارديولا التدريب بيكي كان غينتقل. فلحسن الحظ في الموسم 2012-2013 جا المدرب الجديد لبرشلونة تيتو فلانوفا. في خلال مباراة بين بايرن وبرشلونة خسرت برشلونة بنتيجة ثقيلة 7-1، وبيكي كان من أسوأ اللاعبين وكذلك سجل في مرماه. لكن مع المنتخب الإسباني فاز بيكي باليورو 2012. وفي نهاية الموسم رحل المدرب تيتو وجا طاط، لكن وضع الفريق ما تحسنش وخرج النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد. ففي نهاية الموسم 2013-2014 مشى المدرب طاط وجا المدرب لويس إنريكي والوضع تبدل. فمع المدرب الجديد ما كاينش اللاعب بويول واللي خاص من بيكي أنه يقود خط الدفاع. لكن هنا كيجي المشكل ديال بيكي، هو أنه بيكي مدافع ممتاز بجانب بويول، يعني أنه محتاج شي واحد يكالي عليه أغلاط. فبخبرة المدرب رجع ماسكيرانو إلى قلب دفاع وارتفع مستوى بيكي، وحققت برشلونة دوري أبطال الثالث بوجود بيكي. أما من ناحيته الشخصية فبيكي أنجب طفلين مع شاكير، ميلان وساشا، ومنذ بداية علاقتهم في 2011. إلا أن العديد من الشائعات تروج مواقع التواصل الاجتماعي بأن بيكي ما كيجيش بزاف للدار، وهذا بسبب مشاركته مع برشلونة خارج البلاد، وكذلك شاكيرا بسبب ظروف حفلاتها الغنائية. إلى هذه السنة 2022 أعلنت شاكيرا بالانفصال من بيكي، حيث أنها حصلت كيخونها مع امرأة أخرى، والشي اللي أدى بيكي يعاني نفسيا. وفي نفس السنة وبالضبط هذا الشهر بيكي غادي يعلن اعتزاله لكرة القدم ويجهز نفسه لانتخابات لرئاسة النادي الكتالوني. فبيكي أسطورة اللعبة، حقق أي حاجة كيتمنى أي لاعب يحققها، وغالبا في يوم من الأيام بيكي غادي يولي رئيس النادي. وهنا غنكون وصلنا لآخر الحلقة، فما تنساش جيم وتابونا في القناة، ما تنساش تقول لي في لي كومونتير شكون تبغي تشوف في الحلقة الجاية. اديوس.